بسم الله الرحمن الرحيم. لأشكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان. جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان نونية الإمام القحطاني. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الكان. النونية ولأول من مع القادسية نعيش في رحابها كاملة. حبرها القحطاني. وأنا الذي حببتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان. القحطاني هو تمرة الأحباب. أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا. أنا غصة في حلق من عاداني. المحب لأحمد. وأنا المحب لأهل سنة أحمد. وأنا الأديب الشاعر القحطاني. النون هي جامعة العلوم، مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان. مثل الحدائق. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجان. مرسومة سطورها وكأن رسم سطورها في قرشها وشي تنمقه أكف دونها بإخلاص. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. وصية القحطاني. بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. القادسية بالدمام تقدم نونية الإمام القحطاني بصوت القارئ فارس عباد. النونية لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي. كان فقيها حافظا، جمع تأريخا لأهل الأندلس. وقال أبو سعيد الإدريسي في تأريخ سمرقند إنه كان من أفضل الناس ومن ثقاتهم. وقال السمعاني كان فقيها حافظا في طلب العلم إلى المشرق والمغرب. توفي رحمه الله في بخارى سنة نيف 70 و300 من الهجرة. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران. واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني
حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان. ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان. ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان. نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان. وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان. فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني. فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني. أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال فيه عبارة وحكاية
فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فالعنه